لكن أكيد مش كل وحدة تنساق كما انساقت الأخت الكريمة. يعني هنا النقطة احنا مشان نكون منصفين كمان، احنا لا نقول أصلا أنا شخصيا كأستاذ يعني العلاقة بالعلوم الشرعية أنا ما بقول أصلا أصل التعامل مع غرف الدردشة حرام. أيوه. هذا يعني ما يجوز لي أنا. هنضع ضوابط هنضع ضوابط لكن هو يعني غالب من الظاهرة اللي عم نرصدها الغالبية الساحقة الأصل أن تتعرض لهذه المحاولة وعكسه في استثناء، بمعنى من لم تتعرض على قولة صاحبنا السوداني سورسنج رونج يعني في حاجة غلط يعني إنه إذا ما تعرضت في شيء مش طبيعي يعني إنها داخل المنطقة كثير طبيعي أصلا وسط من بدون حدود يعني فالشيء طبيعي إن الواحد ينساق رغباته الطبيعية. لذلك الأصل أن لا يدخل المنطقة إلا بأقوى الأسلحة. احنا معانا أول مشاركة لنا معانا في حلقة النهاردة، معانا سليمان من اليمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي سليمان. كم العمر يا سليمان؟ نعم. كم العمر؟ العمر. أيوة ممكن تسمعني من قطع الخط. طيب إن شاء الله يعاود الاتصال بنا مرة أخرى. طيب أكثر وهي إيه المشكلة؟ يعني في الآخر يعني واحد قاعد على النت بيتكلم الناس وبياخد ويدي معاهم، وانتوا دايما تقولوا لنا يعني محتاجين تتواصلوا مع الآخر، محتاجين تتكلموا وما تقفلوش على نفسيكم. طب احنا ليه لما بنيجي نخش على النت تقولوا لنا الحق ورايا حمراء ومحدش يخش وهتنساقوا في علاقات؟ طب احنا يعني مش من حق الشباب ان هو يتلخبط. أستاذ أحمد الله يكرمك، سبحان الله من كرم الله علينا أن نفخر كأمة إسلامية ما في أمة على سطح الأرض عندها من الضوابط الطيبة التي تضمن لها الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والروحية مثل الأمة الإسلامية، وهذا من كرم الله علينا. إحنا الآن القضية أنا سألت إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل لما حد يقعد على النت؟ يعني إحنا كلامنا على مسألة العلاقات، هل ممكن آثار أخرى تترتب على مسألة أخي هي القضية مش المشكلة في الجلوس على النت، هي القضية اللي يسموه نيتي والاتيتيود وما الذي أقوم به عمليا وأين أنفق وقتي، هنا بتصير المشكلة. يعني مثلا لو بدي أرجع للطريقة التقليدية قبل الإنترنت وقبل الستلايت وقبل الوضع الطبيعي عندنا مفاهيم إحنا بنعتز فيها اللي هي سبب بقاء البشر بطريقة بصحة نفسية روحانية. لما نحكي مفهوم العفة مثلا، مفهوم الطهارة، مفهوم العورات، تخيل كلمة عورة. مفهوم العورات أنا كان في بعض الأمور اللي صدمت منها. خلصت الدكتوراه في مقارنة الأديان في بريطانيا. بذكر مرة أنا في بريطانيا عم بسمع لأخ داعية عراقي في بريطانيا، كنت لأول مرة بتعرض للمفهوم بحكي لك إياه. بقول يا أخوة إحنا في الغرب ما بيعرفوا إيش اسمه نظام عورات، مع أنا دكتور في الشريعة بس عمري ما استخدمت المصطلح، يعني ما خطر على بالي وأنا في الأردن ولا أنا بلد عربي أقول يا أخوة إحنا عندنا نظام للعورات، يعني ما خطر على بالي أصلا، مش مشكلة. لما تطلع برا عشان تعرف قيمة اللي عندك، بعض الأحيان تطلع على يعني يقول ما بتعرف خيري تقرب خيري. نظام العورات هذا كمثال مشان أقيس، لما رفع كونسبت مفهوم شيء له علاقة بالعورة بالمعنى العام جدا، خصوصية البيت وخصوصية الأسرة وخصوصية الأب والأم وخصوصية الكذا، إحدى النتائج البسيطة اللي صار عند الغرب بسيطة، هاي زي ما هيك على الهامش يعني هيك على السك. الإحصائيات الرسمية في أمريكا 32 إلى 35% ممن يغتصبن في الولايات المتحدة يغتصبن على أيدي الآباء. شوف أما بدي أكون الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. شو اللي وصل؟ كسر نظام العورات. إحنا عندنا حتى المش ملتزم فينا اللي تقليديا عايش حياة عربية صحيحة بالوضع الطبيعي بسبب بقايا فتات الإسلام ما بيسمح انه بنته الصغيرة حتى عمرها 3 سنين 4 سنين تتعرى امامه ويقول لها عيب يا حبيبتي خلي ماما تدخل معك على الحمام لما بدك تقضي حاجتك او كذا، صح؟ تلقائيا بشكل اوتوماتيكي. بقايا نظام العورة. نيجي هنا عن عملية الكذا موضوع علاقة نظام العورات بالانسان. الان نظام العورات جزء من نظام العفة. عفة النفس وطهارة الكلمة وطهارة الكذا. لما ربنا قال ولا يخضعن بالقول كان هو عبارة عن لا تتكسريش أيتها المرأة فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب الآن تك على سبيل بعض الأحيان تعرف شات الجروب صار في صوت وصورة الآن. مرحبا ممكن نتعرف كذا إلى آخره قلبي وكذا وإلى آخره، بس أحاسيس ومشاعر. بعض الأحيان والله في الشاتنج رومز بعد جلسة ثانية وثالثة يتم كتابة كلمات انت الصوت والصورة. بعض الأحيان الكلمة المكتوبة لها أثر سحر، المكتوبة المقروءة تقرأ كلمة تتعلق بحديث ما شاء. بعض الأحيان لا يسمع الكلمة من زوجته أو لا تسمعها من زوجه. شوف ومئات النساء المتزوجات ترى بتشاتنج بعض الأحيان تبتدئ من باب أعمل إيه ما في وراي يلا نتسلى وهو مش شايفني مش سامع صوتي
وتنسى فكرة كسر الحاجز. كان قديما صوت الصورة، الآن دخل على صوت الصورة الكتابي ويلحق مع ذلك صوت الصورة. المشكلة هي أخي الكريم لاحتمالية الخطر. أنا ما بقول أصله كله، أنا عم بنبه إنه بعض الأحيان إذا ما كنت مستوعب حجم الخطر واستعدت له فممكن أكون فريسة لي سهلة جدا لهذا الكلام. والواقع عم بيقولنا متزوجات أخي الكريم، تخيل انسى الأجنبيات وانسى متزوجات، والله قصص يشيب لها الولدان. قصة حصلت في دولة عربية ملتزمة جدا جدا يعني من كتب بعض الدعاء، متزوجة وعندها 5 نسيت يا 5 يا 7 أطفال من الكاتنج رومز كذا كذا إلى آخره. الطرف الآخر ذئب بشري زي ما بيحكي عارف هو بيعمل إيه، فوجد عندها نوع من الفراغ العاطفي. كلمة من هنا ما تسمعها من زوجها. وصلت لمرحلة نهاية القصة خرجت من بيتها وذهبت والتقت به على أنه صديق، فإذا به جزء من عصابة وقع على الإنترنت واعتدى عليها. ما بقول كل القصة بس الأمر لعين يقول. احنا ما زلنا بنطرح آثار ومظاهر ظاهرة الشاتنج على النت وما قد يطرأ عنها من مشاكل. هو الحقيقة احنا أثرنا ان احنا نتصل او نبرة اتصال مع دكتورة سحر طلعت. دكتورة سحر هي مؤلفة كتاب الحب الإلكتروني ولها سابقة دراسة في هذا المجال. أثرنا الاتصال بها لأن هي طرق فتحية جزئية مهمة جدا، وهو سيكولوجية الذي يتعامل مع الإنترنت، الذي يدمن الإنترنت. شكله إيه هي طبيعته، مش بس عشان نقول الناس تحذر منه، عشان الناس تفهم هل هي وصلت لهذه المرحلة ولا لا. دكتورة سحر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورانا وسعداء بوجودك معنا النهارده. الله يكرم حضرتك، الله يكرمك، واهلا بكم كل المشاهدين. اهلا وسهلا بيكي معانا. دكتورة سحر زي ما قلنا في الحلقة احنا النهارده بنتكلم على الشات وازاي وصلنا فيه الى مراحل بدأت تدمر حياة بعض الشباب. حضرتك لك يعني بحث وكتاب في هذا المجال، كنا عايزين نقتطف منه ما ذكر انه سيكولوجية مدمن الانترنت. حضرتك ذكرت كلام في هذا الامر، ممكن تفهمي علينا؟ تمام. احنا يعني علشان بس نختصر، احنا على الانترنت بنبقى شخصية غير الشخصية اللي موجودة في الواقع. يعني لو تخيلت انه انا إنسانة أمينة ولا أحاول الكذب ولا أحاول التجمل ولا أحاول أي شيء، وبدخل على الإنترنت، هذه الإنسانة وهي في الحياة العادية وهي بتتفاعل في الحياة العادية بيبقى في ضوابط وقيود وأمور اجتماعية بتخليها تظهر بصورة. على الإنترنت هذه الأمور بتزال، فبظهر بصورة ثانية غير صورتي الحقيقية. مش عشان أنا يعني هو فكرة إنه الإنسان يكذب على الإنترنت ده وارد، بس حتى كمان لو أنا إنسانة أمينة أو إنسان أمين ومش عايز أكذب ومش عايز أظهر بصورة مش حقيقية، أنا في الواقع بظهر بصورة غير حقيقية لأنه في كثير من الضوابط بتختفي. فممكن المجامل او الانسان اللي هو يعني الشحيح يبان قوي على الانترنت مجامل، الانسان الكئيب يبان مرح على الانترنت، الانسان فتظهر صورة مختلفة. بالاضافة لانه وانا بتفاعل مع الاشخاص على الانترنت في كمان انا بأسقط عليهم اشياء مما اتمناها. ففي النهاية لنتخيل انه انا تعرفت على سين من الناس، سين من الناس ده لو قابلته في الواقع هيبقى مختلف تماما عن سين من الناس اللي موجود على الارض. سين صورته اللي موجودة على الانترنت فيها جزء مش يعني انا بسمع صورة خيالية للآخر، يعني بس صورة خيالية نابعة من رغبتي انا في تشكيل الصورة دي، بالاضافة انه تغير اللي حصل فيه علشان الضوابط او يعني القيود الاجتماعية اللي ازيلت من عنده. فبقى بقى صورة ثانية خالص مختلفة انا بتفاعل معاها وبتعامل معاها على انها حالة حقيقية، وبعيش معاها وبلاقي انها اريح ان انا اعيش في هذا العالم من ان انا اعيش في العالم الواقعي اللي بمشاكله. طب يعني ايه المشكلة في الموضوع ده؟ يعني انا النهارده لو افترضت في الجدل ان انا اطلقت العنان الخيال بتاعي ان انا اعيش شخصية خيالية ابقى فيها الامير فلان او ابقى الشاعر او ابقى الساحر او ايه المشكلة ده؟ المشكلة انه انا هنا يعني ده نوع من انواع الادمان. انا هنا دخلت في مساحة فعلا هي مساحة من مساحات الادمان. الانسان المدمن بيهرب لايه؟ بيهرب للخمرة وبيهرب للمخدرات وبيهرب